أن نبدأ نشرتنا إليكم هذا الفاصل ونعود. ولي ما تنساش ابوني زينوك طروادي. مرحبا بكم من جديد. كريمو الجني الأزرق، أو كما يلقب كريمو الذي يتكلم مع كل الحيوانات وكل الكائنات. قال لا نطيل إليكم، تابعوا لنا هذا التقرير لزميلي حنيتات زين الدين. تابعوا معنا. كريمو شاب من شباب الجزائر. كريمو شاب واعي تمكن من اكتشاف علاج ولقاح سري وسحري. كريمو قام بعدة جولات في عدة مدن دولية. كريمو تأتيه الأفكار أينما حل وأينما كان. كريمو النابغة، كريمو العبقري. كريمو درس في معهد بوتنهاغن. كريمو تمكن من التكلم مع الحيوانات، مع الحشرات، ومع الكائنات الحية والنباتية، أو كما يلقبه البعض الجني الأزرق. كريمو، من أنت؟ كريمو جزائري عنده 20 سنه، خادم الطب، وهذا الطب كورونا. وسيد في لي بارون ماتوا، سيد في الزوجه ماتت. من بعد قلت هذه ما تخرجنيش، قلت له غدا للحيوانات. روحت القطوطه مات، روحت الفيران وقع حتى واحد. باقي لي ذوك الشارع، وانتوما تجيروا في هذا الشارع. وانت طبيب راكم كورنا كاين الدواء، نعقبك بالاخرين. تشرب خويا، ما تغافش. مليح. مات. اسمعني شبكة محمد، مشيت هذاك الطبيب اللي ولفتي لي داوي كورونا وكاع. انا هو راني مريض خي. اروا خويا، عندك كاين؟ كاين كلشي. دوك نكملك. واه خويا، عطيني بالوحده خويا، عطيني بالوحده. عبد الواحد خويا. ها شوف شفت هذا؟ راه عندك لاسيونس سميتو تبعنا سونطرال. مريض شوية مغرب. لا لازم. كاين الدواء. راني عاقله ميديتي بريمي. ديتي سونترال. تخدم في ستادي، تلعب في ستادي. واحد نوريك انا كي داير الدكتور. واو يا للروعة. كريمو حقا طبيب في مجالها. كما شاهدتم هذا التقرير لزميلي المبدع. نتمنى من السلطات الفعلية التي تشاهدون الآن أن تقوم بأخذ كريمو بعين الاعتبار، لأنه يعتبر فنان في مجاله. وبهذا نصل إلى نهاية نشرتنا الخاصة لهذا الخميس. نعم. وردنا خبر عاجل. كريمو قام بعادته السرية التي تتمثل في الهجرة إلى أوروبا، وقام بالاحتكاك بالطبيبات والأطباء الأوروبيين، واكتشف علاج لفيروس كورونا. نعم زميلتي، لدينا صور حصرية كما تتابعون، فرحة هستيرية للأطباء. وفي الأخير كريمو، شكرا ولد بلادي، فرحتنا وفرحت الجزائر. وللأسف أغلب الأطباء يقومون بالهجرة خارج الجزائر. موعودنا الخميس القادم إن شاء الله على الساعة 10 ليلا في قناتكم زينو طروادي. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس.